النهاردة موضوعنا مهم جدا وناس كتير بتعاني منه من غير ما تعرف اسمه حقيقي، وهو الوسواس القهري. ممكن تسمع الكلمة دي وتفتكر ان الموضوع بسيط، مجرد افكار زيادة او شوية شكوك، لكن الحقيقة الوسواس القهري ممكن يكون حمل تقيل جدا على صاحبه ويأثر على حياته كلها. طب ايه هو الوسواس القهري؟ الوسواس القهري عبارة عن أفكار ملحة أو صور أو مشاعر بتتكرر في دماغ الشخص وهو عارف إن هي مش منطقية، لكن مش قادر يوقفها. الأفكار دي بتخليه يحس بقلق والتوتر الشديد، وللأسف بيضطر يعمل أفعال معينة عشان يخفف القلق ده، ودي بنسميها الأفعال القهرية. عشان كده اتسمى الوسواس القهري، لأن هي وسواس أفكار وفي نفس الوقت بتجيلك بشكل مريح بشكل قهري. يعني الموضوع عبارة عن دايرة مغلقة، فكرة مزعجة يجي بعديها قلق شديد، يجي بعد القلق الشديد فعل قهري، وبعد الفعل القهري راحة مؤقتة، وبعد الراحة ترجع فكرة تاني تسيطر تاني. طب ايه انواع الوسواس القهري؟ اول حاجة الوسواس من التلوث. واحد طول الوقت خايف يتلوث بالجراثيم فيغسل ايده 50 مرة في اليوم لدرجة ان ايده تتجرح، وهو عارف ان ده زيادة بس مش عارف يوقف. تاني نوع الشكوك المستمرة، حد كل شوية يراجع الباب، قفلته ولا لأ؟ البوتاجاز اتقفل؟ ممكن يفضل ساعة يراجع ويتأكد ومع ذلك مش بيطمن. تالت نوع الأفكار الدينية أو الأخلاقية. في ناس بيجي في دماغها أفكار سلبية أو محرجة عن الدين أو عن الناس اللي بتحبهم، مع إني مش مؤمن بيها لكن الفكرة نفسها بتعذبه. رابع حاجة الترتيب والدقة المبالغ فيها. حد مش قادر يسيب حاجة مش مظبوطة، القلم لازم يكون في خط مستقيم، الكتب مترتبة بمسافات متساوية، لو حاجة اتغيرت يحس بضيق شديد. طب يا دكتور الوسواس القهري مرض نفسي خطير؟ هو مش جنون ولا ضعف شخصية. وبالمناسبة اتكلمنا على ضعف الشخصية في حلقة وقلنا ازاي تبني شخصية قوية. نرجع لموضوع الحلقة، هو اضطراب نفسي موجود عند ملايين في العالم، واحيانا بيكون ليه اسباب بيولوجيه زي خلل في كيمياء المخ، احيانا بيكون مرتبط بالضغط النفسي او التجارب اللي مرينا بيها. طب يا دكتور ازاي الشخص بيتاثر بيه؟ اول حاجه الوسواس القهري ممكن يضيع وقت كبير جدا من اليوم. تاني حاجه بيخليه يتوتر طول الوقت. تالت حاجه بيبعده عن الناس عشان بيخاف يبان غريب. رابع حاجة ساعات يوصل لدرجة ان يمنعه يعيش حياة طبيعية. طب يا دكتور ايه طرق علاج الوسواس القهري؟ اول حاجة لازم نفهمها ان العلاج مش زرار بيتضغط فيوقف الوسواس فجأة، لا، دي رحلة فيها صبر وبتختلف من شخص للتاني. بس احنا وصلنا لأول مرحلة، هو فهم المرض، انك عرفت اللي عندك ده اسمه الوسواس القهري. بعد كده العلاج بينقسم إلى 3 محاور أساسية. أول محور العلاج النفسي باستخدام العلاج السلوكي المعرفي، وده واحد من أنجح الطرق لعلاج الوسواس القهري. الفكرة ببساطة إن المعالج بيساعد الشخص يفهم إن الأفكار اللي بتيجي ليه مجرد أفكار مش حقيقة، وإنه مش مضطر ينفذ الأفعال القهرية عشان يطمن. في تكنيك مشهور اسمه التعرض ومنع الاستجابة. يعني ايه؟ يعني الشخص بيتعرض للفكرة اللي بتخوفه او تزعجه، لكن في نفس الوقت يمنع نفسه من انه يعمل الفعل القهري. مثال توضيحي، لو الشخص عنده وسواس من التلوث وعايز يغسل ايده 20 مرة، المعالج بيخليه يلمس حاجة بسيطة زي أكرة الباب، وبعدين يقوله جرب تستنى 10 دقايق قبل ما انت تغسل ايدك. ومع الوقت القلق بيقل ويبدأ يكتشف إنه يقدر يتحكم. العلاج السلوكي كمان بيعلم الشخص إزاي يغير طريقته في التفكير، يشوف الأفكار على إنها وسواس مش أنا، بيوقف عادة مراقبة نفسه طول الوقت، بيتعلم يواجه القلق بدل ما يهرب منه. المحور التاني العلاج الدوائي. في حالات كتير الدكاترة
بيوصفوا أدوية من نوع معين. الأدوية دي بتشتغل على كيمياء المخ وبتساعد تقلل شدة الأفكار الوسواسية، وبتدي فرصة العلاج النفسي يشتغل بكفاءة. مهم جدا إن الأدوية دي تتاخد تحت إشراف دكتور طب نفسي وبجرعات منتظمة، عشان ليها آثار جانبية لو اتاخدت غلط أو اتوقفت فجأة. ساعات العلاج بيكون مزيج بين الأدوية وجلسات العلاج السلوكي، وده بيجيب أفضل نتيجة. المحور الثالث منقسم إلى نقطتين، وهو الدعم وأسلوب الحياة. أول حاجة نمسك نقطة الدعم، أو بمعنى أصح الدعم النفسي والعائلة. الشخص اللي عنده وسواس قهري محتاج الناس اللي حواليه يفهموا إن اللي بيحصله مش دلع أو قلة إيمان أو قلة عقل. الأهل أو الأصحاب لو بيسخروا أو بيضغطوا عليه ده بيزيد المشكلة. الأفضل إن يساعدوه يواجه أفكاره بطريقة صح، يسمعوه من غير حكم، يشجعوه على العلاج ويفرحوا بأي تقدم حتى لو كان بسيط. النقطة التانية من المحور الثالث أسلوب الحياة والعادات اليومية، زي مثلا تنظيم النوم، لأن قلة النوم بتزود القلق والأفكار الوسواسية. أو الرياضة، حتى المشي نص ساعة في اليوم بيقلل التوتر. أو تمارين الاسترخاء زي التنفس العميق أو التأمل. وكتابة الأفكار، زي الشخص ممكن يكتب وساوسه في ورق بدل ما يفضل يعيدها في دماغه، وده بيخليه أقل إزعاج، لأن الوحدة بتخلي الوسواس يسيطر أكتر. بعد كده في رسالة مهمة حابة أوجهها ليكم. لو أنت أو حد قريب منك بيعاني من الوسواس القهري، ما تستخفش ولا تكسر تطلب مساعدة. العلاج موجود وفعال، وملايين الناس اتحسنت حياتهم جدا لما بدأوا رحلة العلاج. عايزة أقول كمان للأهل، ما تقولوش للي بيعاني أنت مكبرها ليه أو أنت ضعيف، لأن الكلمة دي بتوجع أكتر من المرض نفسه. الشخص محتاج دعم مش لوم. مهم جدا تعرف ان الوسواس القهري قابل للتحسن جدا. في ناس اتعالجت ورجعت تعيش حياتها بشكل طبيعي، بس السر في استمرارية، انك ما تيأس من اول جلسة او اول اسبوع دوا. التحسن بيجي تدريجي. الخلاصة، الوسواس القهري مش عيب ولا ضعف، ده اضطراب محتاج وعي، فهم وصبر. ومهما كان شكله متعب، في امل كبير جدا في العلاج والتحسن. قولولي في الكومنتات، هل تعرفوا حد بيعاني من الوسواس القهري او عندكم اسئلة عن الموضوع ده؟ بس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.